شايفين الأوضة دي مساحتها 3.5 في 3.5. تعالوا نشوف بعد ما تكون خلصت، بعد ما تخلص احنا استغلينا ازاي كل ركن وكل تفصيلة. مش هتخليك حاسس ابدا ان الأوضة صغيرة او بالمساحة دي، تحس انها مساحتها اكبر بكتير مما هي عليه دلوقتي. خلونا نشوفها بعد ما تخلص. كان لازم نوريكم الأوضة دي بعد ما خلصت بقت عاملة ازاي زي ما وعدناكم. تعالوا نبص كده. مستويات الإضاءة المختلفة، عندي سبوت 3 حركة شيك جدا، مع هيدن لايت في تسريحه وفي دريسنج في منتهى الاناقه، مع الهيدن لايت الشيك جدا جدا ده اللي ورا السرير، مع الهيدن لايت حرف ال اللي ماشي بعرض الاوضه وطولها. فبقى عندي الاوضه متغطيه بكفاءه بكل مستويات الاضاءه الممكنه. عندي تفصيله مهمه جدا هنا، وهي ان الاوضه هنا ما كانش ينفع اعمل تكييف الا في المكان ده. طب حد يسالني هو ليه انت ما عملتوهاش في الحيطه المقابله ديت، هات الحيطه ديت مع انها فاضيه واقل زحمه؟ لان احنا ما كسرناش السيراميك في اليونت ديت، احنا حافظنا عليه وحطينا فوق الاتش دي اف. فدي كانت يعني نقطه مهمه جدا. ليه احنا ما عملناش هنا؟ فما كانش عندي اي مكان مناسب غير في المساحه ديت، وده عمل لي مشكله في ان انا مش عارف احط ستاره. ففكرنا ان احنا نحط ستاره رول شيك جدا، هي بلاك اوت كمان عشان تبقى مناسبه جدا بالنهار. فبالتالي اداني كل التفاصيل اللي انا عايزها، مع ستاره، مع كل حاجه انا محتاجها، مع باب الموتيل بيفتح لبره وسلك بليسيه عشان اقدر استخدم الاوضه بامان من الحشرات من غير اي قلق. كل التفاصيل اللطيفه جدا ديت اتعملت في الاوضه اللي مساحتها 3.5 في 3.5 دي. لا يتخيل احد ان الاوضه تكون شايله كل الكلام دوت، وشايله كمان ثلاجه. طيب ازاي؟ الباب الجرار ده لغينا الباب المفصلي عشان نقدر نخلق المساحه الكويسه جدا للثلاجه دي من غير ما تعوق لي اي مساحات حركه. انا بتحرك بمنتهى الحريه في الاوضه اهوت، ما عنديش اي مشكله في مساحات الحركه، رغم ان ما شاء الله عندي سرير متر 60 ما فيهوش اي مشكله، عندي كومود، عندي تسريحه، عندي دريسنج كبير جدا اهو. اذا ما فيش اي مشكله في مساحات حركه الاوضه، بتحرك بمنتهى السلاسه والحريه رغم ان الاوضه صغيره جدا. اخر تفصيله مهمه قوي نذكرها لكم هي مساحات التخزين. قلنا ان اليونت دي احنا ما ينفعش ما نستغلش فيها مساحات التخزين، نظرا لان ما فيش مساحات تخزين عندي كويسه ولا قويه. فبالتالي عملنا الميكانيزم ده للسرير عشان السرير يكون فيه، حتى يعني العميل يعني بدا يحط شويه حاجات ليها. فبقى عندي كل التفاصيل مستغله بالاضافه لكل سنتي للمساحه. الاوضه الحمد لله بقت بيرفكت. شكرا.